السلام عليكم الإخوة والأخوات الأحرار، تحياتي للجميع ومرحبا بالجميع. الإخوان، في ظل الأزمة اللي كيعاني منها الشعب المغربي، كنشوفوا الصحافة المخزنية، الصحافة الصفراء، كتروج واحد الأخبار اللي لا علاقة لها بمعاناة الشعب المغربي. شفنا في السابق، الصحافة كانت كتروج واحد الخبر اللي هو حبتان من الطماطم لكل مواطن بريطاني. تكلمنا في هذا الامر هذا، فاذا به مازالين مستمرين في هذه البروباغندا باش انهم يمتصوا غضب الشعب المغربي ويزيدوا يبردوا الطرح. كتخرج الصحافه المخزنيه اللي هي سبريس كتقول بان وزيرة تقترح على البريطانيين تناول لفت لمواجهة النقص في الخضر. شوفوا البروباغندا كيفاش كيحاولوا يلعبوا على عقول الشعب المغربي. كأن زعما بريطانيا راها كتعاني أولا، عندها حتى هي نقص في الخضر. المغزى من هذا الخبر الخوت هو زعما راه المغرب ما بقاش كيصدر الخضروات إلى أوروبا. وكيزيدوا أيضا يزيدوا يلعبوا على عقول الشعب المغربي، زعما راه حتى أوروبا كتعاني، راه ماشي غير نتوما المغاربة. فزعما صافي غير لبدوها وسكتوا. شريو الخضرة غالية واخا ما عندكمش القدرة باش تشريوها، المهم راه هادشي عالميا ماشي غير في المغرب. غنتكلموا على قضية بعد حبة من الطماطم لكل مواطن بريطاني. المغزى من هذا الخبر أيضا هو أن يوهموا المغاربة بأن راه السبب باش كانت غالية مطيشة هو أن المغرب كان كيصدر الطماطم. وحنا كنعرفوا بأن راه ماشي غير المغرب البلد الوحيد اللي كيصدر، كاينه حتى إسبانيا اللي كتصدر أطنان متنطنة من الطماطم يعني. والإخوان، شوف صراحة هاد الأخبار غير باش كيزيدوا يوهموا الشعب ويزيدوا يمتصوا غضب الشعب. أولا، بريطانيا ما عندهاش نقص في الخضر. ثانيا، المواطن البريطاني عنده القدرة الشرائية أنه يشري جميع الحاجيات الأساسية، عنده الدخل الفردي مرتفع. وقضية ديال النقص في الخضر لا أساس له من الصحة، فكيحاولوا يضحكوا على الشعب. احنا اللي عايشين في اوروبا وكنشوفوا شنو كاين، يعني راه الاخبار هذه لا اساس لها منها الصحه الاخوان. فهذا الخبر ديال ان وزيره تقترح على البريطانيين تناول اللفت لمواجهه النقص في الخضر راه ضاحك على الدقون وصافي. في ظل الازمه اللي كيعاني منها الشعب المغربي، هانتوما شفتوا زادوا في الاجور ديال الصحفيين 2000 درهم باش انهم دائما يروجوا واحد الاخبار لا اساس لها من الصحه، يزيدوا يمتصوا غضب الشعب، يزيدوا يبردوا الطرح، يوهموا الشعب بان راه داكشي اللي كيعانيوا منه راه ماشي غير هما، حتى الدول، جميع الدول العالميه كتعاني. المغاربه راهم وعاو من طبيعه الحال، راه كاين واحد الفئه اللي قليله اللي ما واعياش. هاد الخبر ديال ان بريطانيا كتعاني من نقص في الخضر، الشعب المغربي كيعرف بانه بلده بلد فلاحي. كيفاش واحد البلد فلاحي وكيعاني من غلاء في الأسعار؟ كيفاش واحد البلد اللي غني بالثروات والمواطن عنده واحد دخل فردي هزيل، ما عندوش القدرة الشرائية، ما قادرش أنه يوفر البطاطا والبصلة ومطيشة؟ فالخوت الدور ديال هاد الصحافة المخزنية هو يبردوا الطرح ويتيهوا الشعب المغربي. فالمغاربة مابقاوش تيقوا بحال هاد الأخبار. هذا هو اللي خلاني ندير هاد الفيديو الخوت، غير باش تعرفوا بأن راه هاد الأخبار اللي كيروجوا ليها الصحافة في الزريبة كلها تلعب على نشر الأكاذيب وامتصاص غضب الشعب. وهذا الشيء كامل باش أن الهلكية، النظام الملكي يزيد يستمر في الحكم. ما يخليوش أن الشعب المغربي يوعى ويعرف ما أين هي الصحافة اللي الدور ديالها الأساسي هو تتكلم على معاناة الشعب المغربي والمشاكل اللي كيعانيها الشعب المغربي. فكنشوفوا دائما لا علاقة لهذه الصحافة بهذه المواضيع هذه اللي هي أساسية. خص تشوف تكلم على مشاكل الأحوال المزرية اللي كيعيشها الشعب. ما كنشوفوش هادشي، كيتكلموا فقط، كينشروا التفاهات وينشروا واحد الأخبار اللي كذوب في كذوب، ما كاين شي حاجة اللي حقيقية. فغنشوفوا الإخوان هاد المقال اللي نشرته جريدة هسبريس كتقول بأن حثت وزيرة البيئة البريطانية مواطنيها على تناول اللفت في ظل نقص تواجهه المتاجر في أنواع من الفواكه والخضر، أبرزها الطماطم والفلفل الحلو، ما أثار تعليقات ساخرة. ولمواجهة هذه المشكلة في الإمدادات، حدد عدد من المتاجر كمية الفاكهة والخضر المسموح للزبائن بشرائها لكي تتاح هذه السلع للجميع.
وتعود مشكلة التوريد إلى سوء الأحوال الجوية في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا بحسب الاتحاد الوطني للتجار. وأعلنت وزيرة البيئة تيريس كوفي أمام البرلمان أمس الخميس أن هذه المشكلة قد تستمر أسبوعين إلى 4 أسابيع. هذا هو الخبر الخوت كتشوفوا دابا. بالله عليكم الشعب المغربي، ماذا يستفيد الشعب المغربي من بحال هاد الأخبار هذه؟ المغاربة تكلم ليه، هو بالذات تكلم ليه علاش أنه كيعيش في بلد فلاحي وكيعاني من غلاء في الأسعار. حنا كنعرفوا بما أن المغرب بلد فلاحي، حتى يكون عنده واحد اكتفاء ذاتي، حتى يوفر، حتى الشعب المغربي يكون عنده صافي كلشي متوفر عنده، ما عندوش ما يكونش عنده واحد نقص. عاد ما كيكون التصدير، ما يمكنش الشعب كيشري الخضره غاليه وانتم راكم كتصدروا في الخضار والفواكه. فالخوت راه هذا الشيء سبق لي وقلت بان راه هذا الشيء ممنهج على الشعب المغربي، هذا الشيء راه مخطط له، ما كاينش شي حاجه كتجي غير هكاك صدفه. واللي كينفذ هذا الشيء هو الهالك محمد السادس. يعني النظام المغربي هو اللي دائما يستمر في تجويع الشعب المغربي، ما مسوقش للشعب. هو مفروض عليه انه يطبق هذه السياسه على الشعب المغربي. فالاخوان، الا بغيتوا تعيشوا بامان وتعيشوا بحريه وجميع الحقوق تكون عندكم كأي مواطن او كأي انسان على وجه الارض، راه الحل هو اسقاط هذا النظام. الحل هو الجمهوريه المغربيه الديمقراطيه، ما كاينش شي حل اخر. هانتوما شفتوا دائما احتجاجات على غلاء الاسعار، وما زال الشعب يعاني من غلاء الاسعار. فين شكون اللي خرج او شكون اللي استمع المطالب الى الشعب؟ واين هو الهالك محمد السادس؟ هانتوما شفتوا مؤخرا كيقولوا بان راه مريض، ما يمكنش ليه يسافر، وخصو فترة ديال راحة، واللي هو العام على عام وهو غير في الراحة. يعني ما مسوقش لهذا الشيء. فالخوت، إذا بغيتوا الحرية قلبوها جمهورية، راه مع الملكية الهلكية غادي تشوفوا غير الفقر والظلم والحقرة والديكتاتورية، ما غاديش تشوفوا شي حاجة اللي في الصالح ديالكم. فبارك الخوت من هاد انكم تطالبوا وتناشدوا الهالك محمد السادس وتبقاو باخنوش ارحال الى غير ذلك. هادشي راه ماشي في مصلحتكم. الحل النهائي والأخير هو إسقاط الملك محمد السادس، هو اللي كينهج عليكم هاد السياسة هادي ديال التجويع. بلد غني بالثروات، بلد فلاحي، بلد ما عنده واحد الموقع استراتيجي واعر، والشعب كيعاني الويلات، ومحمد السادس راه كيتسكع ومفطح مع راساتو، ما مسوقش للشعب. الحل كيف ما قلنا، بغيتوا الحرية قلبوها جمهورية، راه مع الملكيه غتشوفوا غير القهره والجوع والديكتاتوريه، ما غاد حتى واحد ما غيعطيك حقك. فدائما الخوت، حيدوا داك الخطابات الخبزيه، حيدوا داك الخطابات انكم تناشدوا الهالك محمد السادس، او لا تبقاو تعيشوا. عيش بعدا انت، عاد عيش اللي خلاك تعيش وداك الرفاهيه والسعاده. انت عايش في الذل والقهره وتناشد محمد السادس وتعيش الهالك محمد السادس.